السلام عليكم يا شباب، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. النهارده كنا هنتكلم بخصوص فيديو مهم جدا، وهو امتى تاكل وامتى تتمرن في رمضان. خلينا متفقين ان انت تزيد عضل او تقل دهون، ده بيرجع لحاجة واحدة بس، هو هدفك. سواء انت حابب تزيد عضلات او حابب تخس دهون. لو انت حابب تخس فعلى قد ما تقدر حاول تبعد عن الكربوهيدرات وحاول تبعد عن الدهون. ليه؟ لأن الكربوهيدرات أصلا بتعلي مستوى الأنسولين في الدم، والأنسولين لما بيعلى ده بيؤدي إن هو بيحبس دهون معاك. فأظن إن دي حاجة أنت مش حاببها لو أنت حابب تخس، فبالتالي بلاش، أو يستحسن إن أول وجبة دايما بلاش تكون دايما تمر باللبن، لأن التمر بيبقى فيه نسبة كربوهيدرات عالية، بالإضافة مع أي دهون تانية، فده حاجة بتحبس معاك الدهون. فعلشان كده حاول بقدر الإمكان إن أنت تزود نسبة البروتين اللي أنت بتاخدها وفي وقت وجبة الفطار، بالإضافة إن أنت تحاول تقلل من مستوى الكربوهيدرات والدهون، لأن الكربوهيدرات بتزود من مستوى الأنسولين في الدم، وبالتالي ده بيؤدي إن أنت هتحبس دهون أكتر، ودي حاجة طبعا هتصعب عليك عملية إنك أنت تخس. فلذلك لو أنت هتدخل لجسمك نسبة نشويات عالية، فبالتالي حاول تقلل من نسبة الدهون وترفع نسبة البروتين. ولو أنت هتدخل لجسمك نسبة بروتين عالية مع دهون عالية، فبالتالي حاول تقلل من نسبة النشويات. بالنسبة بقى للتمرين، التمرين لو انت بتخس خلي دايما التمرين بتاعك يكون قبل الفطار، لان انت في الحالة دي انت هيكون جسمك بيحرق من مخازن الجلايكوجين. لما جسمك يحرق من مخازن الجلايكوجين، بالتالي جسمك هيضطر ان هو يتوجه للدهون علشان ينتج الطاقة للجسم، فساعتها ده حاجة هتساعدك على إن أنت تحرق أكتر، وبالتالي كمان ده حاجة هتوطي من مستوى الأنسولين بتاعك وهترفع من مستوى الجروث هرمون. وخلينا متفقين إن الجروث هرمون بيرتفع عكسيا مع الأنسولين، يعني لو الأنسولين نزل الجروث هرمون بيزيد، وده ليه مميزات كتيرة جدا في إن أنت تبني عضل أو سواء إن أنت تحرق دهون. نيجي بقى لو أنت عايز تزيد عضلات، لو أنت عاوز تزيد عضلات فالموضوع سهل وبسيط جدا، وهو إن أنت هتتمرن بعد الفطار. طبعًا أنت هتتمرن بعد الفطار بعد ما تكون طبعًا كلت كويس وكده، بس راعي إن وأنت بتزيد عضلات أنت مش عايز إن أنت جسمك يكون مليّس دهون كتير جدًا. فالحل بقى ساعتها تعمل إيه؟ تقدر تاكل كربوهيدرات زي ما أنت عايز، وتقدر تاكل بروتين زي ما أنت عايز، بس راعي إن أنت لازم تقلل من نسبة الدهون اللي داخلة لجسمك. فعشان كده تقدر تاكل رز براحتك، تقدر تاكل بطاطس براحتك، تقدر تاكل مكرونة براحتك زي ما أنت عايز، بس أهم حاجة علشان ما تزيدش الدهون لازم إن أنت تقلل نسبة الدهون اللي داخلة لك، أو ممكن تدخّل لجسمك مصادر دهون صحية شبه الأفوكادو، شبه ممكن السلمون، في مصادر كتير جدًا للدهون الصحية، وفي مصدر دهون صحية برضه أنا بافضّله شبه الأوميجا 3. بس حاول على قد ما تقدر إن أنت تبعد عن المقليات. بالنسبة بقى للتمرين، التمرين حاول على قد ما تقدر إن أنت تكون بعد الفطار، لإن أنت ساعتها أنت لمّا هتكون كلت كويس بالتالي مستوى الأنسولين عندك هيعلى، بالتالي الطاقة بتاعتك هتعلى، بحيث إن أنت تقدر تتمرّن كويس. وحاول بعد التمرين تاخد شيك فيه نسبة بروتين كويسة ونسبة كربوهيدرات كويسة، ووقت السحور حاول تاخد بروتين وكازين، لإن هم بياخدوا فترة في الهضم، لذلك دي حاجة هتحسسك بالشبع. وطبعًا اوعى ننسى فايدة الألياف، لإن هي حاجة برضه مهمة جدًا سواء لصحتنا أو سواء إن إحنا نحس بالشبع. وتوفيرًا عليك أنت ممكن تشترك معايا وتستفيد بخصم رمضان. ما تنسوش بقى يا جماعة لو الفيديو عجبكم تضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب.